صباح الخير عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد، ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. اليوم راح اسوي وياكم وصفة عمل اكلة جديدة بصدور الدجاج. طبعا وصفة كلش لذيذة وجربيها وما راح تندمين ابدا. طبعا انا جربتها هنا أكثر من مرة مسويتها، بس هنا قلت خلي أصورها وياكم. مثل ما تشوفون بنات قطعتن بهذا الشكل. هنا صدر دجاج حوالي يعني تقريبا نص كيلو، انت حسب الكمية اللي عندك، ربع نص كيلو، نفس المقادير تكثرينها. طبعا هنا خلينا زيت بالطاوة، وهنا خليت العفو غسلت صدر الدجاج، خليت كمون وفلفل أسود وملح فقط. هنا بنات لازم تنتبهون على شغلة وحدة، لازم تقللون من الملح لأن راح نضيف إضافات راح تعطي نسبة ملوحة. يعني إذا زيت الملح راح تخرب وياك الطبخة. وهذه الإضافات طبعا اختياري، انت حسب رغبتك. كملوا الفيديو على ما تعرفون شنو الإضافات اللي راح أسويها. طبعا هنا شفتوا يعني المي نشف مال صدر الدجاج، لحد ما أشوفه انطاني اللون الذهبي راح أرفعه من على النار وأبقى أقلب بيه. ضروري طبعا هنا تغلقين الطاوة. بس هنا نقطة مهمة بنات هنا بهذه المرحلة. هنا خليت زيت حوالي خاشوقتين مال أكل، وخليت خاشوقتين مال طحين. أي طحين متوفر عندش، طحين صفر، طحين عادي، تنخلينه وتحمسينه حمسة هيجي يعطيك اللون الذهب، وتخلين وياه ملعقة أو خاشوقة مال معجون مال أكل. طبعا هذه المرحلة هنا لقيت الفيديو ما مصور، أنا آسفة أعتذر منكم، بس قلت خليه أنزله لأن هذه الوصفة كلش لذيذة. خليت هنا طبعا أنا من حمست صدر الدجاج رفعته من على النار، غسلت الطاوة وهاي رجعتها على النار مرة ثانية. خليت خاشوقتين مال أكل زيت نباتي، خليت خاشوقتين مال أكل طحين. طبعا ظليت أحمس بيهن لحد ما انطاني اللون هيك اللي أشقر الحلو يعني مال الطحين. وضفت وياه مع خاشوقة مال معجون مال أكل، وضفت عليه كوب من المي. طبعا المي هنا حسب اختيارك انتي. وضفت عليه صدر الدجاج فقط. يعني هنا خاشوقتين مال أكل مال زيت، وخاشوقتين مال أكل طحين حمستهم وياه، وضفت عليه خاشوقة مال أكل معجون طماطة، وخليت له كوب من المي أو كوب ونصف حسب اختيارك انتي. وبنات شوفوا هنا طبعا خليته لحد ما فار ويانا ونشف المي مالته. طبعا صار طعمه كلش طيب. وهنا عندك ماجي الدجاج، قلت ليش قللي من نسبة الملح، لأن ماجي الدجاج هنا راح يعطي نكهة كلش يعني طيبة، ويزيد نسبة الملوحة به. يعني إذا أنت ضايفة ملح مكتفية منه راح يصير عندك الأكل مالح هنا. ولهنا حبايبي نكون وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يا رب عجبكم وسهمنا وسهمكم ألف عافية. جربوا هذه الوصفة، أنا متأكدة راح تعجبكم 100%. ومع ألف 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 سلامة.